وفي يوم وهي قاعده بتعيط وبتقول لنفسها هو ايه اللي بيحصل لي ده وليه بابا بيعمل فيا كده. فجاه حست بيد بتطبطب عليها وبتقول لها ما تخافيش انا جنبك. ومن هنا بقى تبدا القصه. السلام عليكم، انا احمد وبقدم قصص واقعيه وقصص رعب، فلو بتحب النوع ده من المحتوى فضل لايك للفيديو واشترك في القناه ويلا بينا نبدا الفيديو. قصة النهاردة هحكيها لكم بالحرف وبدون أي حذف من القصة، ولكن خلينا نغير الأسماء الحقيقية للقصة دي، وخلينا كمان نغير اسم بطلة القصة لسارة. سارة بنت جميلة جدا وعمرها دلوقتي 30 سنة، ولكن القصة ابتدت معاها وهي عندها 16 سنة. وسارة كانت من أسرة بسيطة مكونة من أب وأم و4 صبيان، وهي كانت أكبر واحدة فيهم. والد سارة أو أبوها يعني كان مربي لها الرعب في قلبها، وكانت بتخاف منه جدا، وسبب معاملته دي إن هو كان بيكره البنات وكان بيخاف عليها جدا لان هي حرفيا من اجمل البنات في قريتها، وخوفه ده ما كانش طبيعي، كان عامل زي مرض فيه. المهم ساره كانت متفوقه جدا في دراستها وروتين حياتها من البيت للمدرسه ومن المدرسه للبيت، وكانت في الاجازه بتمارس هوايتها اللي هي الرسم. ساره كانت بتروح وتيجي للمدرسه مشي، على الرغم من ان المدرسه دي كانت بعيده عنها جدا، والسبب في كل ده هو ابوها، لان زي ما قلت لكم ابوها كان مريض نفسي في حوار الخوف عليها، وما كانش بيخليها تركب اي مواصلات لان المواصلات مليانه شباب وهو بيخاف عليها، كان دايما مربي لها الرعب ومفهمها ان هو دايما بيراقبها. ساره بعد ما خلصت ثانويه راحت علشان تقدم ورقها وتخش كليه تجاره، وبعد ما قدمت ورقها ابوها راح سحب الورق برضه علشان ما تدخلش كليات، ويقول لها الكليات مليانه شباب وحاجات وحشه وانا بخاف عليكي، وفي الاخر قعدها في البيت. يعني من الاخر كده ابوها ده اقل ما يقال عليه ان هو مريض نفسي، وثقته في نفسه وكل اللي حواليه تكاد تكون منعدمه. المهم سارة فعلا قعدت في البيت وهي مكتئبة وزهقانة وحزينة من كل اللي بيحصل لها ده، وكانت دايما تدخل الأوضة وتطفي النور عليها وتقعد تعيط، حتى إنها لما تدخل الحمام كانت برضه بتبص للمراية وتعيط، وحالتها ما كانتش حلوة نهائي. وفي يوم وهي قاعدة بتعيط وبتقول لنفسها هو ايه اللي بيحصل لي ده وليه بابا بيعمل فيا كده. فجأة حست بيد بتطبطب عليها وبتقول لها ما تخافيش انا جنبك. ومن هنا بقى تبدأ القصة. سارة اتخضت وراحت ناحية النور وفتحته، ولكن وقتها ما لقيتش حد، فقالت لنفسها يمكن اكون بتخيل او ان انا اكون نمت من غير ما احس، وعدت الموضوع وكأن مفيش حاجة حصلت. لكن بعد يوم من اللي حصل سارة بدأت تشوف احلام غريبة جدا في منامها، وفي يوم حلمت انها قصاد بيت مهجور، والبيت المهجور ده كان قصاده كده كتكوت. فجأة الكتكوت ده اتحول لشاب وسيم، وقتها سارة اعجبت بيه ودخلت البيت معاه كمان وقعدوا يحكوا، وهي طبعا وقتها كانت مبسوطة ان في حد بيحكي معاها. صحيت فجأة من النوم وهي مبسوطة جدا لدرجة انها ما كانتش عايزة تصحى، وده طبعا يا صديقي بسبب الحاجات اللي حكيت لك عليها في الاول، وبسبب ابوها اللي كان عامل لها حالة نفسية. المهم من ساعة الحلم ده وسارة اتقلب حالها، وبقت كل يوم تقريبا كده بتحلم نفس الحلم ده، وتشوف نفس الشاب الوسيم في الحلم جاي لها وبيحكي معاها، لدرجة انها ادمنت النوم حرفيا علشان تحلم بالشاب ده كل يوم، واهي حاجة تطلعها من الاكتئاب اللي كانت عايشة فيه. الموضوع بدأ يتطور وبدأت تنام باليوم واليومين، ولا كانت بتصحى تاكل ولا تشرب ولا حتى تصحى علشان تدخل الحمام، والغريب انها لما تصحى بتبقى شبعانة جدا ومش عايزة تاكل، بالرغم من انها بتكون نايمة ليها يومين. والاغرب من كده كمان ان في الفترة دي سارة وزنها بدأ يزيد بالرغم من عدم اكلها الكتير. والدة سارة او امها يعني كانت ست طيبة جدا، وما كانتش وقتها مركزة مع سارة او حتى نومها، وكانت بتقول ان النوم ده طبيعي جدا لان هي مش لاقي حاجة تعملها او حد يحكي معاها. الأحلام بدأت تتطور مع سارة، وفي يوم حلمت إنها عروسة ولابسة فستان فرح، وإن العريس هو الشاب الوسيم اللي كان بيقابلها في الحلم. أخدها وقتها البيت، والبيت ده كان عبارة عن باب كبير جدا، والباب ده أول ما اتفتح كان فيه سلالم على شكل حلزوني، والسلالم دي بتودي البيت تحت الأرض. البيت ده كان غريب ومش منظم وكمان ما كانش نظيف. عرفها الشاب وقتها لما دخل البيت على ست كبيرة وقال لها إن دي أمي، وبعدها أخد سارة ودخلها أوضة وقال لها إن دي هتبقى أوضتي، والأوضة دي برضه ما كانتش نظيفة. الغريب بقى في كل ده ان سارة لما تكون خلاص هتصحى من النوم تقول للشاب الوسيم انا هروح اروح علشان اتأخرت على البيت وامي ممكن تقلق عليا، وبعدها تطلع السلالم وتفتح الباب وتلاقي نفسها صحيت، وتتفاجئ بقى انها كانت نايمه ليها يومين، وبقى عندها عدم تركيز في الايام والشهور وان ده صبح ولا ليل، ووصل بيها الامر انها كانت بتنام غصب عنها وهي قاعده مع الناس برضه بتنام كانها منومه تنويم مغناطيسي. وفضل الحال كده مع ساره لمده سنه تقريبا لحد ما بقت تحس بوجع في جسمها كله وبالاخص في بطنها. والد ساره كان اسمه امجد، وكان وقتها مسافر بره البلد علشان ظروف شغله كده، وكانت ساره حابه الحياه جدا ومش مضغوطه، وكمان كانت بتحب تمارس هوايتها واللي
هي الرسم، بس ما كانتش عارفه تعمل كده، وده بسبب ان النوم كان بيتغلب عليها. ولما بدات تقاوم النوم بدات تشوف كوابيس وتحس ان في حد بيمسكها من ايديها ورجليها ويكتفها. وفجاه وهي نايمه على السرير، بس ما كانتش نعسانه، يعني كده شبه نايمه، كانت حاسه انها طايره من على السرير. وقتها كانت بتشوف كوابيس دايما، وان برضه حد مكتفها وبيعتدي عليها. واتاكدت وقتها ان هي بتكون صاحيه لانها بتسمع صوت اهلها بره في الصاله. وفي يوم وهي نايمه في اوضتها دخل عليها اخوها الصغير واللي كان عنده وقتها 3 سنين. دخل عليها الاوضه وطلع منها وهو بيبكي وبيصرخ جامد. راح لامه وقال لها ان ساره ضربتني في ظهري، فامه كشفت ظهره علشان تشوف حصل له ايه، واتفاجئت ان ظهره فعلا كله خرابيش وضرب. فراحت لساره وصحتها من النوم وهي بتزعق لها وقالت لها انت ازاي تضربي اخوك كده؟ فساره استغربت وقتها وقالت انا ما ضربتش حد. واخوها مصمم ان فعلا ضربته، والاطفال طبعا ما تعرفش تكذب، خصوصا انها لما تكون في السن ده. سارة فهمت خلاص ان في حاجة مش طبيعية بتحصل لها. حاولت تقاوم النوم ولكنها ما كانتش قادرة حرفيا، وبمجرد بس انها عينها تقفل او تغفل جسمها كله بيتقل وتفقد السيطرة عليه تماما. وفي يوم بقى شافت حلم تاني غريب جدا، شافت نفسها لابسة فستان الفرح اللي كانت لابساه الاول، لكن المرة دي كانت نايمة على سرير المستشفى وداخلة اوضة العمليات علشان تولد. السرير كان معفن والمستشفى ما كانتش نظيفة، حتى الفستان برضه كان اوحش واقذر من الاول. وكمان بعد الحلم ده على طول شافت حلم تاني، وهي انها قاعدة على كرسي في غابة كبيرة جدا، وكان جنبها على الكرسي ست عجوزة، والست دي تقريبا هي الست اللي قال عليها الشاب في الاول ان هي امه. فالست دي قعدت على الارض وقعدت تقص في الفستان اللي كانت لابساه ساره. بعدها ساره صحيت من النوم، وفضل الحال على كده، والاحلام بقت تتكرر كتير، وبالاخص الحلم بتاع الحمل ده. وساره وقتها نفسيتها تعبت جدا. وفي يوم جت عمتها علشان تزورهم، وتقريبا عمتها دي كانت اكتر واحده بتزورهم، وكان اسمها سعاد. سعاد كانت موسوسه جدا، يعني اي تعب يجي لها حتى لو تعب عادي تفتكر ان حد حاسدها او عامل لها عمل والحاجات دي. فقالت لساره ما تيجي معايا عند شيخ نشوف ايه الدنيا وكده. فساره وافقت وقتها وقالت لها ماشي يلا بينا. وخلاص اتفقت سعاد اللي هي عمة ساره انها تاخد ساره واخوها الكبير اللي هو احمد وتروح للشيخ. وفعلا خدوا بعضهم وراحوا للشيخ. اول ما دخلوا على الشيخ كان مستغرب جدا وبيبص لساره وقال لهم بعد اذنكم، واخد بعضه ودخل اوضه وطلع منها بعد ربع ساعه. اول ما طلع من الاوضه كان لسه برضه باصص لساره. فسعاد قالت له خير يا شيخ، هو انا في حاجه؟ فقال لها لا انتي ما فيكيش حاجه، كل الموضوع هو مرض عضوي وروحي للدكتور وهو هيديك العلاج. وراح الشيخ وقتها شاور على ساره وقال لها المشكله كلها في البنت دي، البنت دي مصيبتها كبيره وربنا يستر. وقتها سعاد عمة ساره بصت للشيخ باستغراب وقالت له هي مالها ساره يا شيخ؟ فقال لها دي فعلا مصيبتها مصيبه. اخد الشيخ وقتها سعاد على جنب وقال لها ان ساره ممسوسه بجن عاشق، والجن ده قاعد في الرحم عند ساره. راح نادى على ساره علشان ما يحرجهاش قدام اخوها وسالها هو انت وانت نايمه بتحس بحد نايم جنبك او بيحاول يمد ايده عليكي او يكتفك او اي حاجه من الحاجات دي؟ راحت ساره مقطع الشيخ وفضلت تصرخ وحكت للشيخ كل حاجه بتحصل معاها. فالشيخ قال لها اهدي بس يا ساره وانا دلوقتي هقرا عليك القران. وبدا الشيخ يقرا، وكان وقتها الجو بارد جدا، كان تقريبا كده في شهر واحد، ومع ذلك الشيخ بدأ يعرق من كتر القراءة. سارة حست بشلل تام في جسمها كله، وحست ان في حد مكتفها وبيخنقها وما كانتش عارفة تتنفس. الشيخ وقتها بطل قراءة لما سارة تعبت، وقال لسعاد عمة سارة حاجة غريبة جدا، قال لها روحي اكشفي على بنت اخوكي، عاوزة اتأكد هي عذراء ولا لا. فسارة صرخت في وش الشيخ وهي في حالة انهيار، وعمتها مذهولة من اللي سمعته، وقالت للشيخ هي للدرجة دي يا شيخ حالتها صعبة؟ فقال لها بنت اخوكي مرات للجن ده، وكمان في بينهم اولاد. ساره اتجننت وقتها من الكلام اللي بيقوله، وقالت لعمتها يلا نمشي، ده اكيد راجل دجال او مجنون. فالشيخ بص لها كده وقال لها ربنا يسامحك يا بنتي انا عذرك. طلعوا وقتها من عند الشيخ ورجعوا للبيت، وسعاد حكت لوالده ساره كل اللي بيحصل، وقال ان هم لازم يروحوا يكشفوا عليها. اخدوا بعضهم وراحوا المستشفى للدكتوره، وعمتها وقتها ما كانتش عارفه تقول للدكتوره ايه. راحت قالت للدكتوره بنت قريب هتتجوز وعايزه اطمن عليها لانها وقعت من على السلم ونزفت وكده، فانا عاوزه اطمن عليها يا دكتوره. الدكتوره ما كانتش مقتنعه بالكلام ده نهائي، ولكن كشفت على ساره وسالت ساره هو انت بتشتكي من بطنك؟ فقالت لها ايوه يا دكتوره بطني بتتعبني كتير قوي. فالدكتوره قالت لها خلاص ماشي قوم يا ساره. وقتها بقى وش عمتها اصفر، وسالت الدكتوره هو في ايه يا دكتوره؟ فقالت لها انا كتبت لها على علاج وهتمشي عليه ان شاء الله وتبقى كويسه. فعمتها قالت للدكتوره يعني ايه يا دكتوره؟
الدنيا تمام ولا ايه؟ فالدكتوره قالت لها لا كله تمام واطمني مفيش حاجه. بس لما كشفت عليها لقيت حاجه غريبه، واول مره اشوف حاله تجيلي بالشكل ده. سعاد قلقت اكتر وقتها وقالت لها ليه في ايه؟ قالت لها بنتك عندها التهابات في الرحم وفي بعض الخدوش، ودي حاجه مش المفروض انها تحصل، بس هي تمشي على العلاج وهتبقى كويسه. طبعا ساره وعمتها فاهمين في ايه. المهم ساره مشيت على العلاج ولسه الحال زي ما هو، وبرضه مش عاوزه تروح للشيخ. فضلوا وقتها يدوروا على شيخ تاني وحال ساره في النازل والوضع بيتدهور. واخيرا وبعد فتره اخو ساره اللي هو احمد جاب شيخ تاني، وتقريبا الشيخ ده قال نفس الكلام بالظبط، وبدا يعمل جلسات علاج لساره وقال لها لازم تواظبي على الصلاه وقراءه القران. طبعا ساره نفذت كل التعليمات بالحرف، ولكن ما قدرتش تكمل وزهقت وتعبت جدا، وخصوصا لان الزيت اللي اداهولها الشيخ علشان تدهنه فيه ريحه مسك، وساره كانت بتكره ريحه المسك وتتخنق منه. وجابوا بعدها كذا شيخ، بس للاسف الحال كما هو ومش عاوز يتغير، وفضلت كده لمده 7 شهور. رجع وقتها امجد ابوها من السفر بتاعه وعرف القصه وبدا يجيب لها عرسان كتير، وكان كل هم وقتها انها تتجوز وخلاص، وكان كل شويه حد يخطبها وبعدين يسيبها وهي مش عارفه ايه السبب. وقتها بدات بقى تحلم بكوابيس، والكوابيس بدات تزيد اكتر واكتر. وفي يوم قررت انها تتجوز اي حد وخلاص، لمجرد بس انها تطلع من البيت. ولما خلاص قررت الجواز شافت كابوس غريب جدا. فاكرين الشاب اللي كان بيجي لها الاول في الحلم جالها، لكن المره دي ما كانش لوحده، كان معاه ولد وبنت، وتقريبا كان اعمارهم 4 سنين والولد كان عنده 2 سنين. وقال لها ساره انت ازاي هتتجوزي وانت اصلا متجوزاني؟ وبص لاولادك هتسيبوهم كده وتتجوزي؟ طبعا ساره كانت في حاله ذهول من اللي بتسمعه، وقالت له مستحيل اكون متجوزه. فقال لها انا جوزك من 5 سنين ودول اولادك. قالت له ازاي انا لسه صغيره وعندي 18 سنه، ازاي اكون متجوزه من 5 سنين؟ فقال لها تعالي بس هاتي ايدك ويلا نروح على بيتنا. والبنت مسكت في ايديها وقالت لها يلا يا ماما. ساره واقفه مكانها في حاله ذهول ومش عارفه ايه اللي بيحصل لها، وفضلت تقول لا انا اكيد بحلم، لحد ما فعلا صحيت من النوم. وقتها بقى لما صحيت من الكابوس ده صممت اكتر على الجواز، وكانت فاكره انها لما تتجوز كل شيء هينتهي ومش هيحصل لها كده، بس للاسف كانت دي بدايه كل حاجه. ساره فعلا اتجوزت وقتها زواج تقليدي من واحد كان جيرانهم، وبعد جوازها باسبوع ما كانتش حاسه باي ارتياح، لان وقتها اتجوزت في بيت عيله، وانتوا عارفين اغلب اهالي الصعيد وكده معظمهم بيتجوزوا في بيت العيله. وبيت العيله ده لو انتوا مش فاهمين فهو عباره عن مبنى مكون من 5 طوابق، وكل طابق فيه اخوات جوزها. المهم ام جوزها واللي هي حماتها كانت ست متسلطه جدا، وكانت بتعتبر ساره والشقه اللي عايشه فيها دي ملكيه خاصه ليها. وكان جوز ساره انسان طيب جدا ومحترم، لكن هي ما كانتش بتحبه، وده بسبب سلبيته مع اهله، وان لما كان حد بيضايقها ما كانش بيعرف ياخد حقها. وفي يوم من الايام اتخانقوا مع بعض، وساره فضلت تقول لجوزها هو انت ليه مش بتدافع عني؟ فقال لها حقك عليا يا ساره، ولكن دي امي يعني وهي كده على طول، فمعلش نعدي الفتره دي مع بعض والامور هتبقى على العال. المهم فعلا ساره سمعت الكلام وبدات تعدل كل حاجه، وعلاقتها مع جوزها بدات تتحسن الى حد ما. بس اللي ما كانتش متوقعاه ساره ان مفيش حاجه انتهت، وان كل الاحلام اللي كانت بتحلم بيها رجعت تاني. والسبب في كده الجن العاشق اللي كان جواها، لانه كان متضايق جدا وغيران من جوز ساره. بدات ساره ترجع لحاله الصفر تاني، وكل ما جوزها يقرب منها تتضايق جامد وتكون مش عاوزاه. هنا بقى جوزها قال لازم نعرف الموضوع ده ايه، ونجيب شيخ يقرا عليكي علشان يحل الموضوع ده. وفعلا وقتها جابوا شيخ اسمه الشيخ علي، والشيخ علي ده هو اللي شخص حاله ساره في الاول اللي حكيت لكم عليه في اول القصه. المهم اتاكد وقتها الشيخ علي ان ساره فعلا عليها جن عاشق، وان الجن ده كمان حبها جدا، وعرف ان خروج الجن منها مش هيبقى امر سهل. فضل الشيخ علي يقرا قران كتير، وبدات ساره تتألم، ولكن بعد محاولات كتير من الشيخ ده، وعلشان الشيخ ده فاهم كتير في الجن عرف يطلع الجن بس بصعوبه. ونصح وقتها ساره وزوجها انهم يقراوا القران ويحافظوا على الصلاه. ام جوزها اللي هي حمات ساره لما سمعت الكلام ده اتضايقت جدا، لدرجه ان قالت لابنها ان هو يطلق ساره وكده، ولكن جوزها اصر ان هو يبقى معاها في محنتها دي لحد ما تعديها. وفعلا فضل مع ساره فتره طويله جدا لحد ما خفت. وبعد الموقف ده من جوزها ساره حبت جوزها جدا، وكمان بعد فتره من الحكايه دي ساره خلفت توأم ولد وبنت. وبكده تكون قصه ساره خلصت. لو عجبتكم ما تنسوش توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات وتشتركوا في القناه. اشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.